الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. روى سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم زمانا وتلا علينا القرآن، فقلنا يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ثم تلا علينا القرآن زمانا، فقلنا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم تلا علينا القرآن زمانا، فقلنا يا رسول الله لو وعظتنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إذا القرآن هو أحسن الحديث، وهو أحسن القصص، وهو أحسن المواعظ. ونحن في شهر القرآن ينبغي للمسلم أن يعيش مع القرآن تاليا متدبرا متأملا مستمعا، يعيش مع عظاته وعبره، يعيش مع قصص الأولين، يعرف أخبارهم وسيرهم، يتعظ من هذه القصص حتى لا يقع فيما وقعت في الأمم السابقة. حديثنا في هذه الساعة، في هذا الوقت، ولن نطيل عليكم إن شاء الله، تأملات في سورة الواقعة، ولن نفسرها، وإنما سنتكلم عن أهم المقاصد أو المواضيع أو المحاور التي أراد الله سبحانه وتعالى من هذه السورة أن تصل إلى عباده المؤمنين. هذه السورة يا معاشر المسلمين سورة مكية، أي نزلت في مكة، وهي من طوال المفصل، لأن القرآن مقسم إلى الطوال والمئين والمثاني والمفصل، وهذه السورة من طوال المفصل. وهذه السورة يا إخوة سورة عظيمة، سورة فيها موعظة جليلة. ولهذا لما رأى أبو بكر رضي الله عنه الشيب قد بدأ يظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله لقد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. من شدة ما فيها من العظات والعبر والمواعظ والمواقف ومن أهوال يوم القيامة، ظهر الشيب على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في صلاة الفجر. عن جابر رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة، وكان يقرأ في الفجر بسور مثل الواقعة ونحوها. هذا التخفيف صلاة الفجر، كان يقرأ الواقعة، فكيف إذا كان سيطيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعن علقمة رضي الله عنه أن رجلا سأل ابن مسعود رضي الله عنه كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان أحيانا يقرن بين السورتين، أي يصلي سورتين مع بعض، يعني يقرأ السورة الأولى فيكملها، ثم يقرأ السورة عقبها أو في الركعة التالية، فيقرأ الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، ويقرأ الواقعة ونون في ركعة. هذه السورة تعتبر تفسير لسورة الرحمن، هي تكملة لها. الله سبحانه وتعالى لما ذكر سورة الرحمن ذكر الأصناف الثلاثة: أصحاب النار يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام والعياذ بالله. ثم ذكر أن أصحاب الجنة صنفان، وأن لهم جنتين مختلفتين، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصافها. ثم قال: ومن دونهما، أي من دون الجنتين الأولتين، جنتين أخريتان لهما أوصاف ولهما عباد غير الأولين.
فجاءت سورة الواقعة تفسر من هم هؤلاء الذين يستحقون الجنتين اللتين هما بأوصاف عظيمة والجنتين التي دونهما بالأوصاف. سورة الواقعة يا معاشر المسلمين اسمها الواقعة، وهي من أسماء يوم القيامة، ومعنى الواقعة التي ستقع لا محالة، ولهذا قال الله: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، أي ستقع ولا يستطيع أن تكذبها نفس، لأنها ستقع وسيكون ما ذكره الله سبحانه وتعالى: خافضة رافعة تخفض الكفار وترفع المؤمنين. ثم ذكر الله من أهوالها: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. أي في هذا الموقف ينقسم الناس إلى أقسام ثلاثة، وهم الذين ذكرهم الله في سورة الرحمن، فقال الله: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة هم أصحاب اليمين، أي ما أعظم شأنهم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة هم أصحاب الشمال. ثم قال الله: والسابقون السابقون، ثلاثة أصناف: السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يذكر الصنف الأول هم السابقون. قيل في السابقين هم الأنبياء، وقيل هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هم الصدر الأول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم الصحابة. قال السابقون السابقون أولئك المقربون الذين يسبقون في كل عمل، يسبقون للصلوات للصدقات، في كل أعمال الخير هم الذين يسبقون غيرهم، فاستحقوا أن يكونوا هم المقربين لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم أصحاب الجنتين الأوليتين التي قال الله عنهما: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هم هؤلاء المقربون. فسر الله سبحانه وتعالى هؤلاء أصحاب تلك الجنة بسورة الواقعة، فقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما لهم من نعيم عظيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين إلى آخر الآيات. ثم ذكر الله الصنف الثاني من أصحاب الجنة، قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، يعني ما أعظم شأنهم وما لهم من النعيم العظيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ثم قال: إنا أنشأناهن إنشاء، أي جعلهم أزواجا ذوات أوصاف عظيمة. وهؤلاء هم الصنف الثاني الذي ذكره الله سورة الرحمن: ومن دونهما جنتان لأصحاب اليمين. قيل أن الجنتين الأولتين اللتان هما للمقربين كل ما فيها من ذهب، الأسرة والأواني وكل أغراضهم من ذهب. أما الصنف الثاني هم أصحاب اليمين فكل أغراضهم من فضة. هذا الفرق الذي بين هؤلاء وهؤلاء، نسأل الله أن يجعلنا أصحاب اليمين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الثالث وهم أصحاب الشمال والعياذ بالله. قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وهذا الصنف معاشر المسلمين هم الكفار، هم الذين فرطوا في حق الله سبحانه وتعالى، فأنكروا البعث وأنكروا يوم الدين، فكان جزاؤهم أن صب الله عليهم العذاب صبا والعياذ بالله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة لفت الناس إلى عظم المخلوقات وإلى عظم الخلق، وأنها كلها منه سبحانه. فقال سبحانه: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أي المني الذي يقذف من الرجل ثم يصير بقدر الله سبحانه وتعالى حملا في بطن الأم ثم يتخلق فيصير إنسانا. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. من خلق هذا الإنسان بعد أن كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم صار عظاما ثم كسر العظام لحما ثم أنشأه الله سبحانه وتعالى خلقا آخر. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت
ونحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي أن الله كان يستطيع أن ينشئ هذه النطفة خلقا آخر غير البشر، لكن الله سبحانه وتعالى قدرها بأن تكون خلقا سويا، إنسان ينطق ويتحرك ويتكلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ حينما يحرث الإنسان الحرث ويضع البذر في الأرض ثم يسقيه، هل هو الذي أنشأه؟ قال الله: لو نشاء لجعلناه حطاما، أي لا ينبت ولا يخرج، يابسا لا ينتفع به، فظلتم تفكهون، أي فظلتم تتعجبون، إنا لمغرمون، أي نحن قد خسرنا وزرعنا ثم لم يطلع، بل نحن محرومون. ثم ذهب الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين إلى شيء آخر: أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا الماء الذي تشربه وتستسيغه، أأنتم أنزلتوه من المزن، أي أنتم أنزلتوه من السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، أي مالحا، فلولا تشكرون. جاء عن علي رضي الله عنه أنه بعد كل قوله أفرأيتم النار أفرأيتم الماء الذي تشربون، قال: بل أنت يا رب، بل أنت يا رب من خلقته ووضعته وصنعته سبحانه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون، هذه النار التي تستدفئون بها في شتاء وتطبخون بها طعامكم، وهي في نفس الوقت عظة وعبرة يتذكر بها المسلم ما يكون في يوم القيامة. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي المسافرين، يستدفئون بها ويستضيئون بها ويتعظون بها، تذكرهم بالآخرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عظم القرآن الكريم، قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم، كل نجم له موقع وله مكان بمقدار حده الله سبحانه وتعالى. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا نتلوه ونسمعه ونقرأه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي لا ينبغي أن يمسه إلا طاهر، يتطهر ويستعد ويتجهز ويستاكى قبل أن يتلوه، لأنه كتاب رب العالمين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهدا من المشاهد العظيمة، وهو مشهد الاحتضار، وهي الحقيقة يا إخوة التي يفر منها كل إنسان. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فإذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ينظر الإنسان إلى من حوله لا يستطيعون له شيئا، وينظرون إليه ولا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي محاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين، تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم هذا الموت. ثم ذكر الله أنه في هذا الموقف العظيم ينقسم الناس إلى 3 أقسام، هم الذي بدأهم الله في أول السورة: المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وكيف سيكون جزاء كل واحد منهم. قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، روح له راحة وارتياح وريحان وجنة نعيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي إن كانت هذه الروح من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي أنهم في سلام وأمان واطمئنان. فالإنسان في هذه الدنيا إنما يسعى لأن يكون من أصحاب الجنة، فإذا كان من أصحاب الجنة فقد فاز ونجا. ثم ذكر الله الصنف الآخر: وأما إن كان
من المكذبين الضالين فنزل من حميم، أي نزله هو مستقره الحميم والعياذ بالله. والحميم النار والماء الحار وما فيها من العذاب وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، هذا هو حق اليقين، ما سيعاينه الإنسان إذا جاء إلى ربه. سيرى إن قدم خيرا فخير، وإن قدم شرا فلا يلوم إلا نفسه. قال الله فنزل من حميم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحانه الذي خفض ورفع، أعز وأذل، أعز من شاء بطاعته وأذل من شاء بمعصيته، والذي هيأ النفوس وأعان على الطاعات. قال الله فسبح باسم ربك العظيم، ثم افتتحت سورة الحديد بعدها بسبح لله تلبية لهذا النداء. هذه خواطر ولفتات وتأملات في هذه السورة الجميلة. وحري بالمسلم في هذا الشهر الفضيل أن يعيش مع القرآن، يأخذ سورة ويتأمل مقاطعها ومفاتيحها ومحاورها حتى يعيش مع القرآن. لأن القرآن يا أخوة ليس كتاب يتلى كالكتب الأخرى. القرآن ليس كالجريدة أو كتاب يقرأ بس ليتسلى ويعرف المعلومات، لا، القرآن الكريم إنما هو للاتعاظ والموعظة والعبرة. الإنسان كلما قرأ واتعظ ازداد إيمانا. لهذا نختم بهذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن، فرسول الله أجود من الريح المرسلة. القرآن أثر في النبي صلى الله عليه وسلم، هو الجواد الكريم، لكنه حينما ازداد من تلاوة القرآن ازداد جوده صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا المحب ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، جزاك الله المشايخ على هذه الفعاليات، أسأل أن يكتب الأجر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.